المهم انا كما كنت قلت لكم على هاد الكاب هذا. هاد الوريدات انا كملت هاد الارض الكحله، هاد الوسط البديه ديالو، هذه هي البديه ديالو، هاد اللون الكحل هي البديه ديال الكاب. انا كملتها وكنت قلت لكم غندير سمحوا لي غلط، كنت غنقول لكم غندير دائره بالبيض نزوق بها هاد الوريدات، ولكن انا راني درت في الخضر، غير غلطت وقلت لكم في البيض. المهم ها هما كملتهم، ها هو كيفاش جا الشكل ديالو، جا زوين، جا زوين بزاف بزاف. وعلى هاد الوريدات هادو اللي كنت انا خدمت وقلت لكم راه غندير وحده في البيض وحده في الغوز، كان وقع ليا واحد الغلط. انا كنت بديت خدمت الوريدات، خدمت في البيض وخدمت في الغوز، ومني مشيت نتقدى الخيط الغوز ما لقيتش داك اللون اللي انا كنت سبق ليا وخديته، لقيت لون داير بارد عليه شويه وجاني لا علاقه مع داك اللون اللي انا عندي. اضطريت غنحيد هذاك اللون الغوز غندير وريدات. ها الوريدات في هاد اللون اللي درت انا هنا هما اللي درت في داك الارض الكحله. المهم انا درت هاد اللون المطارد، الابيض، الخضر، الغوز، الزرق، هذا المطارد بارد، القهوي ماشي قهوي قرونه هذا. مهم انا راني كملته خليت واحد الفاصل اللي غنخدم معاكم فيه. خليت هاد شويه هنا باش نوريكم كيفاش كنصوب هاد الوريده هادي وكيفاش كنركبها. انا كما قلت لكم راني ما بديتش معاكم من الاول ديال هاد الكاب، ولكن بغيت نشارك معاكم كيفاش كنزوقو، كيفاش كنخدم هاد الوريدات. غزال بزاف بزاف. هادو هما الوريدات اللي كنت انا خدمت وركبتهم في الكاب، خيطتهم في الكاب صافي. ملي مشيت نتقدى ما لقيتش داك اللون اللي جاني. هذا هو اللون اللي انا تقديت في الاخر، وهذا هو اللون اللي كنتمنى يبان لكم، راه حيت ما كيبانش مع الفلاش. هذا هو اللون اللي انا خدمت به الاول، وهذا هو الاخر اللي مشيت تقديت وما جانيش بحال هذا، واضطريت نحل كل شيء الخدمه وندير الالوان. هما خدمت هاد الوريدات، ولكن هاد الوريدات غنستعملهم في حوايج اخرين. هما ما غاديش يضيعوا، غنخدمهم في تقاشر، غنخدمهم في شي طاقيه ولا كاب ولا شي، المهم اي حاجه غنخدمها فيهم ان شاء الله. المهم ما غنضيعهمش. صافي دابا عندي هاد اللون هذا، غنخدم دابا بهاد اللون المطارد. عندي الصوف على جوج خيوط، عندي هنا الكروشي، عندي النمرة 1.75. هاد الكروشي هذا هو اللي كيخدموا به المبتدئات. اي مبتدئه بغات تبدا تخدم الكروشي كتبدا برقم 1. كتكون هاد السناره ديالو هادي غليظه شويه. صافي نبداو بسم الله. غنخدمو 70 سلسله. بسم الله. هذه عقده البدايه. نعاودها معكم. كنلوي الخيط على صبعي، كنعاود نلوي لويه اخرى، كنجبد هذا الخيط التحتاني، ها هي عقده البدايه. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. صافي دابا خدمت 70 سلسله. هاي 70 سلسله اللي خدمت.
دابا غادي نحط صبعي على هاد السلسله الاخيره هادي، ها هي، وغنطلع ب4 سلسلات، 1 2 3 4. غنلف الخيط على الكروشي وغنجي لاخر سلسله خدمت رقم 70، وغادي ندير عمود، 2 سلسلات وغادي نحسب 1 2 3. السلسله الثالثه هي اللي غنخدم فيها عمود، 2 سلسلات، 1 2 3 عمود. دائما 2 سلسلات عمود، 2 سلسلات عمود حتى كنكمل الخدمه ديالي كامله. 1 2 3 كنتمنى تكون كتبان لكم. صافي، انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. انا كملتها كامله بجوج سلسلات عمود. دابا غنطلع ب3 سلسلات. انا كملت، وصلت النهايه. غنطلع 1 2 3. غنقلب الخدمه بحال ما هكا، وغندير غنلف لفه، وغنخدم 8 الاعمده في هذا الفراغ، هذا غنلف لفه وغنخدم 8 الاعمده. 1 2 3 4 5 6 7 8. غنجي لهاد الفراغ هذا وغنخدم نصف عمود، سمحوا لي، وغنلف لفه وغنخدم في العمود الثالث. غنخدم 8 ديال الاعمده، 2 3 4 5 6 7 8. ها خدمت 8. هنا غندير نفس الطريقه اللي خدمت هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8. واحد جوج
3 4 5 6 7 8. غنجي لهاد الفراغ الاخير اللي بقى عندي وغنخدم فيه نصف عمود. غندير واحد السلسله باش يثبت ليا الخيط، وغنجبد هاد الخيط اللي جبدته هنا هو اللي غنخيط به هاد الوريده. صافي دابا نزير. دابا شنو غندير؟ دابا غندوز ندفن هاد الخيط هنا باش ما تحلش ليا هاد الوريده هادي، باش تكون الخدمه متقونه. كتثبتوه بالبرا او بالكروشي بهاد الطريقه اللي كندير انا. صافي دابا غنقطع هاد الخيط هكا وغنبدا الرولي. هذا هو الوجه ديالو، ما غنروليوش حنا على هذا الوجه هذا، لا غنروليو على هذا الوجه الظهر ديالو. ها الوجه ها الظهر غنبداو نروليو بحال ما هكا باش تشكل عندنا الوريده ديالنا. راه ساهله حتى المبتدئات يقدروا يخدموها. كنبدا كنرولي انا كنرولي وهي كتشكل وريده عندنا. ها هي ولات وريده، ولكن انا اختاريت ندير 70 سلسله. الا بغيتوا الورده تجيكم كبيره غتزيدوا غتزيدوا السلاسل ياك. والعمود انا العمود درت 8 على حسب الحجم اللي بغيتوا نتوما. بغيتوا تصغروها او تكبروها، انا خديت هذا القياس هذا جاني مزيان. غناخذ البره ضروري نخيطوها من التحت. صافي وغنبدا نخيط فيها. الخياطه ساهله. جينا وحاولوا ما تزيروش، ما تجبدوش الخيط بالجهد باش ما يخسرش لكم الشكل ديال هاد الوريده من الفوق. الا زيرتوا الخيط، جبدتوا الخيط بهذا بالجهد، غتجيكم الوريده بحال غير معربزه. صافي وغنبدا نخدم بحال على هذا الشكل هذا. صافي المهم مشاهدين ديالنا، كما كنت قلت لكم على هذا الكاب هذا، انا ما بديتش معكم الطريقه ديالو من الاول، ولكن بغيت نشارك معكم كيفاش كنزوقوه هنا من ديك الارضيه ديالو الكحله، وكيفاش غنصوب ليه الهديبات من التحت. وان شاء الله من بعد غنخدم معكم اي طريقه كنخدمها انا بالكروشي غنشاركها معكم. من هاد الارضيه ديالو كما قلت لكم غنعمرها كامله بالورد بالالوان الشكل اللي بغيت انا. المهم الالوان اللي كيبقاو عندي كناخذ كل كوبه كناخذ منها واحد شويه وكنصوب بها وريدات، وكل واحد على حساب الرغبه ديالو على حساب الذوق. اللي بغى يدير لون واحد في الكاب في الالوان كما درت انا يدير لون واحد، واللي بغى يدير الالوان كما درت انا نعشقت هاد الالوان هادو نديرهم. المهم درت انا عده الوان هنايا، اللي بغى يدير الالوان يديرهم، اللي بغى
يدير لون واحد يدير ماشي مشكل. المهم هاد الورده هادي راه ما كتبانش لكم مزيان مع الفلاش، نحيد الفلاش. هادي راه اللون ديالها غوز، ما كتبانش في مع الفلاش، ما كتبانش مزيان. المهم انا راه مازال غنزيد الورد فيه، انا غير بغيت نوريكم. غنعمر ليه هاد الارضيه ديالو كامله بالورد، وخليكم معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخر. المهم كما قلت لكم هاد الارضيه ديال هاد الكاب غنعمرها بالوريدات كل وحده في لون. المهم انا عمرتها كامله، بقى لي غير هاد الجنب هنا وهاد الجنب هذا اللي من هنا صافي، وهنا الوسط غادي ندير غادي نزوقهم بالبيض. المهم هانتوما معايا نصاوب واحد الوريده، نتوما معايا صافي. انا خديت الصوفه عندي هنا على جوج خيوط، خديت الكري وعندي هنا الكروشي رقم 1.75. نبداو بسم الله. ندير غرزة البداية 1 2 3 4. صافي هي تكونت عندي دائرة هنا. غنطلع ب3 سنيسلات 1 2 3، وغنخدم في وسط هاد الدائرة هادي غنخدم عمود 1 2 3. غنبقى نخدم حتى نعمر هاد الدائرة هادي. 4 5 6 7 8 9 10 11. صافي دابا انا كملت، خديت العدد اللي بغيت، درت 11 عمود. غنزير هاد الخيط هذا ديال البدايه، غنزير باش كتسد عندي هاد الدائره هادي. صافي دابا هاد الخيط هذا ما بقى عندنا ما نديرو به، غنقطعوه. صافي دابا غادي نسد، غنجي لهاد 3 سنيسلات اللي بديت بيهم، واحد جوج 3. غنجي السلسله الثالثه ونسد غرزه منزلقه. غنطلع عاوتاني ب3 سنسيلات 1 2 3. غنخدم في نفس العمود. هاد الغرزه هادي كنتمنى تبان لكم نفس العمود اللي خدمت فيه، نفس السلسلات اللي طلعت بهم، سمحوا لي. غنخدم في هاد الفراغ 1 2 3 4 5. غنجي لهاد السلسله هادي الاولى وغندير فيها غرزه منزلقه. غنطلع بسلسله وغنخدم في الفراغ اللي حداه 1 2 3
4 5. غندير نفس الطريقه اللي درت هنا. الفراغ اللي حدا هاد فين خدمت دابا، فين خدمت 5 عمود، غندير عقدة منزلقة، سلسلة، الفراغ اللي من وراه 1 2 3 4 5 سلسلة، صافي. انا كملت دابا هاد الشكل ديال الوريده ديالي، هاي كيفاش جات. دابا غنجي لاخر سلسلات خدمت. اول عمود اللي بديت فيه هو اللي غنسد فيه هاد النهايه ديال الخدمه ديالي. هما كنتمنى يبانوا لكم 1 2 3 1 2 3. غنجي للسلسله الثالثه، هي اللي غنسد فيها الخدمه ديالي، غرزه منزلقه. غنعاود سلسله اخرى وغنجبد الخيط باش غادي نخيط انا هاد الوريده ديالي. صافي غنجبد الخيط هكا وغنزير. صافي غناخد برا هاد الوريده غنحطها هنا. المهم ها هو الكاب، ها هو كملتو، ها هو كيفاش جا ما شاء الله عليه. جا غزال بزاف بزاف، وهاد الالوان جاو متناسقين مع بعضياتهم. كنتمنى يكون يعجبكم الوريدات اللي درت ليه من التحت حتى هما كيفاش جاو. جا واعر 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 واعر، جا خطير بزاف بزاف والله العظيم. المهم انا راني بغيت نشارك معكم الزواق ديالو، ما بديتش معكم من الاول. قلت علاش ما نشاركش مع خواتاتي الحبيبات ديالي، نشارك معاهم الصنعه ديال ايدي. علاش لا؟ انا ما عمرني ما شاركت الكروشيه في اليوتيوب، وكنت دائما كنبغي نشارك الاعمال ديالي في اليوتيوب، وكنت كنتردد. وعلاش ما نشاركش معكم اي حاجه نخدمها نشاركها معكم ان شاء الله. وكنتمنى هاد الكاب يعجبكم، وراه جا خطير 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 بزاف البنات. ايوا نقول لكم باي باي، بسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو جديد.